عاملين ايه؟ النهاردة مثل حلو جدا، لكن ليه حكمة كبيرة جدا. مين فينا ما حاولش يرضي الناس؟ مين ما حاولش يكون لطيف، مهذب، متفهم، حتى وهو بيتكسر؟ مين ما قالش ماشي وهو جواه كان بيصرخ كفاية؟ النهاردة هنحكي عن مثل بسيط لكن حقيقي جدا. لو رضيت الناس هتخسر نفسك. المثل ده مش بس حكمة، ده نتيجة لتجارب ناس كتير فقدوا هويتهم وهم بيحاولوا يكونوا كويسين. بيتقال دايما لما تفضل تقول حاضر لكل الناس وتنسى تقول حاضر لنفسك. الناس مش دايما هترضى، ومهما عملت هتفضل مطالب بزيادة. فلو فضلت تعيش لإرضائهم هتنتهي من غير ما تفتكر انت أصلا كنت عايز ايه. في أنواع لإرضاء الناس. في فرق كبير بين اللطف الحقيقي وإرضاء الناس المرضي، لأن اللطف الحقيقي إنك تبقى إنسان محترم ومتعاون، أما إرضاء الناس المرضي إنك تمحي نفسك عشان ترضيهم. والنوع التاني ده مؤذي جدا، بيخليك تعمل حاجات انت نفسك مش مقتنع بيها، وتوافق على حاجات ضد مصلحتك، وتعيش دور البطل وانت بتنزف. تعالوا ناخد أمثلة من الواقع، زي واحدة وافقت على وظيفة مش بتحبها بس عشان الناس تقول برافو اشتغلتي. شاب دخل كلية مش بيحبها بس عشان يرضي أهله. أو واحدة بتحاول تلبس وتتكلم وتعيش زي ما الناس عايزة ومش زي ما هي بتحب عشان بس ما يقولوش إنها غريبة. واحد بيتجامل على حساب راحته وبيتحمل فوق طاقته وبيضحك عشان محدش يزعل، بس بينه وبين نفسه بيكون تايه. في تحليل نفسي دايما لمين بتعيش. لو فضلت تدور على رضا الناس هتنسى تدور على رضاك عن نفسك. في علم النفس اسمه people pleasing behavior، وده بيجي من ايه؟ خوف من الرفض، احتياج مزمن للحب والقبول، أو تجربة قديمة خلت الشخص يحس إنه مش كفاية لوحده فبيحاول يعوض برضا الناس. لكن الحقيقة اللي يرضى عنك لما تضحي بنفسك مش بيحبك، بيستفيد منك. رسالة حلقتنا النهاردة بتقولك الناس مش هترضى دايما، والناس مش هتعيش حياتك، ووقت ما تقع مش الكل هيسندك، بس انت لو فضلت معاهم ونسيت نفسك هتخسر كل حاجة وأولهم روحك. فكر دايما، لو كل الناس سقفت لك وانت مش راضي عن نفسك التسقيف ده مش هيكفيك. اختار رضاك عن نفسك، اختار تكون صادق حتى لو مش مرضي، اختار تحب نفسك حتى لو مش عاجبهم. في ختام حلقتنا، ما تفرطش في نفسك عشان الناس، خلي وجودك واضح وحدودك سليمة وحياتك ليك. استنوني في الحلقة 10 والختامية للموسم الثاني، حكاية مثل، ومثل بيقولك اللي اختشوا ماتوا. هو فعلا الحياء بقى عيب، ولا في فرق بين الأدب والاستغفال؟ كنت معاكم نانا جمال، وده كان بودكاست حكاية مثل. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة لمعنانا جمال، أو انستجرام mind1515. لو بتحب تسمع الحلقة على يوتيوب اسمعني على حروف مسموعة. أشوفكم على خير.